ازيكم يا جماعة؟ حابب احكي لكم النهاردة عن واحدة من ابشع واغرب الجرائم اللي حصلت في المانيا، واللي برغم ان الجريمة دي نفسها حصلت اكتر من 100 سنة، لكن لسه لحد دلوقتي محدش عارف مين اللي عملها او مين المجرم. الجريمة دي يا صديقي حصلت في مزرعة في منطقة ريفية هادية في بافاريا في ألمانيا سنة 1922. لكن اللي بيخلي الموضوع غريب ومخيف أكتر إن التحقيقات استمرت لغاية سنة 2007، ومع ذلك لسه مفيش أي دليل واضح للجريمة دي، وكأن الفاعل اتبخر أو الأرض اتشقت وبلعته. تعالوا نبدأ من الأول، وهنبدأ من عيلة اسمها عيلة جروبر. ودي كانت عيلة هادية جدا، وعايشين في مزرعة منعزلة في منطقة بعيدة عن المدينة وسط الأشجار والغابات. المزرعة دي بقى يا صديقي كانت زي أي مزرعة تانية، هادية وبسيطة. العيلة بقى كانت مكونة من 5 أفراد، ومعاهم خدامة بتساعدهم في شغل البيت والمزرعة. بس تعالوا بقى نرجع 6 شهور لورا قبل الجريمة. هنلاقي إن الخدامة القديمة اللي كانت بتشتغل في المزرعة دي كانت بتسمع أصوات غريبة في البيت، أصوات نقرة على الباب، وأحيانا همسات بتحس بيها من وقت للتاني، كأن في حد بيتكلم قريب منها، بس هي مش قادرة تحدد مصدر الصوت ده فين. البنت دي يا صديقي كانت متأكدة إن في حاجة غلط في البيت ده، لكن لما كانت بتحكي لأفراد العيلة عن الأصوات دي كانوا بيقولوا لها إن هي بس متوترة وإنها بتتخيل. لكن هي فضلت تسمع الأصوات دي كل يوم لحد ما الخوف اتمكن منها، وقررت إن هي تسيب الشغل. وبعد ما البنت سابت المزرعة، العيلة دي فضلت عايشة حياتها عادي جدا، وكل حاجة كانت ماشية تقريبا بشكل طبيعي، لحد قبل الجريمة بيوم واحد جابوا خدامة جديدة علشان تبدأ تشتغل معاهم. وللأسف كان أول يوم ليها هو كان آخر يوم في حياتها، لأن في اليوم ده حصلت حاجات غريبة جدا في البيت. أفراد العيلة بدأوا يسمعوا نفس الأصوات اللي كانت بتسمعها الخدامة القديمة. ومش بس كده، لا، الأب اللي كان اسمه أندرياس لاحظ إن في جورنال غريب في البيت. جورنال هو مش متأكد إن هو لا جابه ولا حد من العيلة اشتراه. الجورنال ده يا صديقي ظهر فجأة في البيت بدون أي سبب واضح، وكمان المفاتيح بتاعة الأبواب والمخازن في المزرعة اختفت بدون أي سبب. وكمان دي مش مفاتيح عادية، لا، دي مفاتيح لأماكن بيحطوا فيها الأدوات المهمة بتاعتهم، زي الفاس أو معدات الحفر بتاعة الأرض. وفي اللحظة دي يا صديقي حصلت حاجة تانية كانت أغرب وأخطر. الأرض وقتها يا صديقي كانت متغطية بالتلج، والجو كان برد جدا. أندرياس بقى شاف آثار أقدام شخص جاي من ناحية الغابة على البيت أو على المزرعة، وآثار الأقدام دي كانت رايحة ناحية البيت. لكن الغريب بقى إن مفيش أي آثار تانية للرجوع من البيت ناحية الغابة، يعني الشخص اللي دخل المزرعة أو البيت ما خرجش منها. أندرياس يا صديقي راح لجاره القريب منه اللي كان اسمه لورانس، وحكى له عن كل حاجة شافها وسمعها، وقال له إن هو شاكك إن في حاجة غلط موجودة في البيت. لكن صديقه اللي هو لورانس عرض عليه إنه يديله سلاح علشان يحمي نفسه، خصوصا إن هم عايشين في مزرعة بعيدة عن الناس. لكن أندرياس قال له إن هو مش عاوز يكبر الموضوع زيادة، وإن ممكن تكون الحاجات دي عادية جدا بس هو اللي بيبالغ. واللي حصل بعد كده يا صديقي هو ده اللي كان الكارثة. في نفس الليلة القاتل اللي كان مستخبي في البيت اللي كان جاي من ناحية الغابة سحب أفراد العيلة واحد ورا التاني على الحظيرة اللي جنب البيت، وقتلهم بالفاس واحد ورا التاني. قتل الأب، وبعد كده الأم، وبعد كده الابن والابنة. وجثثهم كلهم بقى يا صديقي كانت متكومة فوق بعض في الحظيرة، ما عدا الطفل الصغير اللي عمره 2 سنين والخدامة الجديدة اللي كانوا لسه جايبينها. الاتنين دول اتقتلوا في أوض النوم بتاعتهم. الغريب بقى يا صديقي إن الجريمة دي فضلت متكتم عليها أو محدش يعرفها لمدة 4 أو 5 أيام، والناس اللي حوالين المزرعة ما لاحظوش أي حاجة غلط. المداخن اللي كانت في البيت كانت شغالة والدخان كان طالع منها عادي، والحيوانات كانت بتاكل، وكانت كل حاجة في المزرعة حرفيا ماشية زي ما هم كانوا عايشين. حتى إن ساعة البريد جه بعد الجريمة بيوم وسلم البريد للبيت وما حسش بأي حاجة غريبة. والكلب بتاع الحراسة بتاعهم كان واقف في مكانه، وكانت حرفيا كل حاجة هادية، لحد ما جه شخص كان متفق مع العيلة
إن هو يجي يصلح المولد بتاعهم، والشخص ده وصل المزرعة وفضل يخبط على الباب، لكن للأسف ما كانش في حد بيرد. الشخص ده استغرب، بس هو قال بينه وبين نفسه ممكن يكونوا مشغولين في حاجة، وقرر إن هو يشتغل لوحده ويصلح المولد. أصل المولد يا صديقي كان موجود بره البيت أساسا. وبعد ما الراجل خلص شغله لاحظ إن الكلب اللي كان مربوط عند باب البيت ما كانش موجود لما جه أول مرة، لكنه ظهر مرة واحدة وبدون أي سابق إنذار. المهم الراجل اللي بيصلح المولد ده راح خبط على الباب التاني، بس برضه ما كانش في أي حد بيرد. الشخص ده استغرب أكتر وراح لجارهم اللي هو لورانس وحكى له اللي حصل بالظبط. لورانس هو طبيعي إن هو قلق وقرر إن هو يروح المزرعة بنفسه علشان يتأكد إن كل حاجة تمام. بس أول ما وصل يا صديقي فضل يخبط على البيبان كلها، لكن للأسف ما كانش في أي حد بيرد برضه. لورانس بقى بدأ يمشي حوالين البيت لحد ما لقى باب الحظيرة مفتوح، وأول لما دخل الحظيرة لقى جثث أفراد العيلة دي كلها متكومة هناك فوق بعض. بصراحة كان منظر بشع وصعب يتنسي. لورانس بعد ما شاف الجثث دي راح وجري على البيت فورا علشان يمكن يكون في أي حد عايش لسه، لكنه اكتشف حاجة غريبة جدا. كان في آثار شخص واضح إنه كان موجود في البيت. النار بتاعت الدفاية كانت مولعة، وكان في أطباق وصحون موجودة في المطبخ كأن لسه في حد واكل حالا، لكن ما كانش فيه ولا أي شخص عايش في البيت. بطبيعة الأمر يا صديقي لورانس لما شاف المنظر ده قرر إن هو يبلغ الشرطة فورا، وفعلا الشرطة وصلت للمكان وبدأوا في التحقيقات. وبعد لما فحصوا الجثث اكتشفوا إن الجريمة دي حصلت يوم 31 مارس. الشرطة بطبيعة الأمر بقى يا صديقي بدأت إن هي تسأل الجيران وتدور في كل حتة، لكن كل ما بيدوروا كل ما بيلاقوا نفس النتيجة، مفيش أي دليل واضح يقدر يقول لهم مين الجاني. بس هم كانوا شاكين في شخص واحد، والشخص ده هو لورانس، لأنه ممكن يكون متورط. الشرطة بقى يا صديقي شكت فيه لأنه كان أول واحد يبلغ بالجريمة، وكان دايما بيقولوا إن هو ممكن يكون القاتل نفسه، بس هو اللي بلغ علشان يبعد الشبهة عن نفسه. بالإضافة لأن كمان هو كان أقرب واحد للعيلة دي، فمين غيره ممكن يكون دخل البيت. بس لما بدأوا يحاولوا يثبتوا عليه التهمة ما لقوش عليه أي دليل كافي. بالعكس كان في شهود بيأكدوا إن لورانس كان موجود في بيته طول الفترة دي، ده حتى وقت الجريمة هو كان موجود في بيته وما خرجش من البيت أساسا. وأي حد كان بيشوف لورانس بيشهد إن هو كان موجود في بيته فعلا وقت وقوع الجريمة. التحقيقات يا صديقي فضلت مستمرة والشكوك فضلت حوالين لورانس ده فترة، لكن ما كانش برضو في أي دليل الشرطة تقدر تتهمه رسميا فيه. الجريمة دي بقى يا صديقي كانت مستمرة لغاية سنة 2007. الشرطة فضلت تدور فيها لكن للأسف ما كانش في أي إجابة ظهرت أصلا، والجريمة بقت لغز والعيلة اتدفنت والقضية اتقفلت من غير ما حد يعرف مين اللي عملها. بس اللي خليك تفكر واللي يخلي المزرعة دي لسه مكان مخيف لحد النهاردة إن الناس بتقول إن المزرعة دي لحد دلوقتي لو عديت جنبها بالليل ممكن تسمع نفس الأصوات اللي كانت بتسمعها الخدامة، أصوات نقر على الخشب أو همسات بتطلع من جدران البيت، أصوات بتخليك تسأل نفسك مين اللي كان مستخبي في المزرعة وهل هو فعلا خرج منها. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو الفيديو عجبك. ما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك أي ملاحظة على الفيديوهات أو حابب نقول أي قصة جديدة، وكل الروابط بالمناسبة هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. وبس كده كان معاكم أمين أشرف، أشوفكم الفيديو الجاي.